هذه الانتخابات الرابعة في تونس أو حتى الخامسة في الحقيقة، وكلها انتخابات ما اعترض عليها حتى حد. لأول مرة يقع اعتراض، دليل على أن معناها الديمقراطية ما زالت تحتاج إلى قيد باش تتعمق في نفوس كل الأحزاب وكل التوانسة، باش ما يغضب حد نهار اللي يفشل كما يفرح نهار اللي ينجح، ما يلزم يتحمل وقت اللي يفشل. وعلى كل حال ما دام الديمقراطية مستمرة في البلاد فالجميع رابحون، لأن الديمقراطية ما فيهاش واحد رابح باستمرار وفاشل باستمرار. على كل حال يعني نحن اليوم تأكدنا أنه من خلال المعطيات التي وصلتنا، وجاءت أيضا مؤسسات سبع الرأي كلها في نفس الطريق، أن النهضة قد حققت فوزا في هذه الانتخابات، فوزا لا غبار عليه. ومن المكابرة إنكار هذا الفوز. بهذه المناسبة أنا أوجه التحية للهيئة الوطنية للانتخابات التي أشرفت على هذه الانتخابات، وأوجه التحية إلى كل من ساهم في إنجاحها، كل رجال الأمن والجيش ومؤسسات الإدارة والحكومة القائمة برئاسة السيد الشاهد. كل هؤلاء ساهموا في إنجاح هذه العملية، وأشكر كل الذين نافسونا، لأنه من غير منافستهم ما كانش في ديمقراطية. الديمقراطية أن يوجد هناك منافس، وأنا أقول إن منافسين كانوا أقوياء مش ضعفاء، والنصر في الحقيقة يعني ما كانش سهل، ونحن ما فزناش ب99%، وإنما فزنا معنا بحوالي 20%. نحن بهذه المناسبة ماناش مسرورين باستمرار السيد نبيل القروي في السجن. نحن لو كان الأمر بالرغبة وبالتمني نتمنى أن يكون خارج السجن. وبعض وسائل الإعلام المشرقية سخرت من الديمقراطية التونسية بأنه فيها رئيس سجين مرشح للرئاسة سجين ما يقدرش يخرج من السجن، وفيه مرشح للرئاسة مهجر ما يقدرش يدخل، حيث السجن واحد ما يقدرش يدخل والآخر ما يقدرش يخرج. تمسخروا علينا. قلنا لهم نحن هذا من شرفي، من رفعة وشرف للديمقراطية التونسية، كون السجين ما دام لم يحكم عليه يمارس كل حقوقه، بما في ذلك التنافس على أعلى منصب في الدولة. بينما السجين في تلك البلدان أهم ما تتوق عائلته لمعرفته شنو هو؟ أنت فقط معلومة أنه لا يزال على قيد الحياة، ومستعدة تدفع أموال طائلة لضباط السجن من أجل أن يسربوا هذه المعلومة أن سجينه ما زال قيد الحياة. بينما تونس المهجر والسجين ما دام لم يحكم عليه يمارس حقوقه. نحن نفخر بهذه الديمقراطية التونسية. بالمناسبة هذه أنا أريد أن أشكر أبناء الحركة وقياداتها كلها. فقيادة الحركة ليست محل رضاء الجميع، باعتبار أن النهضة حزب ديمقراطي فيه الراضي وفيه الغاضب، ولكن هذا الاستحقاق الانتخابي وجدنا الغاضب قبل الراضي منغمسا منهمكا في العملية الديمقراطية في الحملة. ولذلك نحن قمنا بحملات ناجحة شارك فيها كل أبناء الحركة الراضي والغاضب. أيضا لابد أن نوجه شكرا خاصا بالنساء في الحركة، فقد كان دورهن عظيم، مش كيدهن عظيم. كان دورهن في نصرة الحركة وانتزاع هذا النصر، يعني اقتلاعه في الحقيقة ما كانش أمر سهل.